السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. عندي سالفة صارت اليوم. دق علي شي من الناس، رجال، وقال أنا وعائلتي يعني حرمته وعياله عليهم سحر من الجن. قلت له يلا، عاد بحطها بظروفها، أنا كنت فاضي. قلت له يلا خل أقول لكم أول شيء. أم ويا بناتها فيهم جن. الكبيرة من البنات فيها جني مسلم جدع عاصي، يعني جني شباب، هذا أنا اكتشفته يعني. والثانية يوم صاحت عرفت بعد عقب السين وجيم وانا وياه، عرفت انه هندوسي كافر عمره بالثلاثينات ويقول ابي احرقهم كلهم. الام سبحان الله عليها جني بدوي كبير سن شايب صحراوي ساكن بالصحراء. الحين اقول لكم القصة. هذا الرجل ابوهم قال أنا زوجتي وبيتي وبناتي كلنا علينا جن. طبعا أسمع حادث كثيرة، ما صدقت، يعني قلت يمكن فيهم تعب، فيهم إرهاق، عليهم عين ما صلت على النبي، بالتالي يكون جن متعبهم سهلة. يوم أنا قعدت أتكلم وياه بالتلفون بالصوت والصورة، هو بالخليج يعني، فجأة صرخت واحدة منهم. قلت له هذا شو تقول؟ قال هذا اللي فيها يقول كافي لا تقرأ قرآن. وبعدين الثانية صاحت وقلت له حط الكاميرا عليها، والثالثة ساكتة. يعني هذا الجن مثل ما قلت لكم أنواعهم وصفاتهم، يعني كلهم متفرقين، كل واحد جاي من على ما قولتهم من شذق من طريقة آخر. والأساس الجماعة مساكين عملت لهم سحر، والسحر اللي مسويته واحدة تصير لهم، وقصة طويلة عريضة. المهم الحمد والفضل لله سبحانه وتعالى، الله ما قصر، وقف ويانا، وسويت اللازم، وسويت لهم رقية بالتلفون على زيت وماي عندهم وكل شيء، وضبطت الأمور، وقلت له استعينوا بالله وسووا. وقلت له شغلة أبى أقولها لكم. قلت له أنا كل شيء سجلته، الأصوات، الجن، واللي صار كله، تسمح لي أحطه في قناتي؟ شاورهم وهز راسه، قال لي والله ما نبيك تحطه، لأن الناس يمكن يعرفوننا، وخاصة كذا كذا. قلت له خلاص ولا يهمك ما أحطه. ولا بصراحة والله العظيم يعني تسجيل كان قوي وأحداث أقوى وتفصيل أقوى، يعني بغيت أحط لكم عشان تشوفون أن الدين والقرآن والجن حق موجودين. لا صار واحد راقي شرعي الله فاتح عليه، كرامات الله تنزل على المتضرر وعلى الراقي. هذه قصة صارت اليوم. أنا محدثكم الراقي الشرعي بالقرآن والسنة الكويتية والسنة النبوية الكويتي السني جمال الشوبر أبو سليمان. تلفوني مع المفتاح الدولي 009655753700. لأي حالة تلبس ومس وعين وحسد أنا حاضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وادعوا أن هذه الأسرة تتشافى وتطيب بإذن الله إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يعطوني أخبار حلوة مثل ما وصيتهم. يعني إذا سووا عدل 11 يوم إلا شاف الله بشافيهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع السلامة.